الشخصية السادية من الشخصيات اللي صعبة جدا في العلاقات، لأنها بتتلذذ بإيذاء الطرف الآخر، بيستمتع بتوجيه الإهانة والضرب والشتم والسب للطرف الآخر، عنده شعور داخلي بالانتصار، والشهوة بتعلى جدا لما بيمارس عليك أساليب التعذيب. بتظهر أحيانا في الطفولة لما تلاقي الطفل بيحب يعذب الحيوانات وبيستمتع بكده. الشخصية السادية في العلاقات بتكون شخصية مميتة، لأنه هو هدفه كله إن هو يهينك ويقلل من شأنك، يأذيك سواء نفسيا أو جسديا كمان، فتحاول بقدر الإمكان إنك تبتعد عنها في العلاقات. وعلى فكرة الشخصية السادية بتبان جدا عليها، السلوك بيكون ظاهر قبل الجواز، فما تقعش في فخ إن الشخص هيتغير بعد الجواز. السلوك العام في الحياة لا يتنافى إطلاقا مع سلوكه بعد الجواز، هيظل هو السلوك هو. الشخصية السادية بتبدأ تنمو من الطفولة، فإحنا هنعمل فيديو جاي عن أسباب تكوين الشخصية السادية من الطفولة، فانتظروا الفيديو ده، وياريت تعملوا فولو للصفحة لو مهتمين بالمحتوى النفسي.